نعمل سيئة جارية لمحمد رحيم. شيرين عبد الوهاب تتصدر السوشيال ميديا بسبب كلمة قالتها في حفلتها النهاردة في الكويت، وبدل ما الجمهور كان بيدعمها بقى يهاجمها. من ساعات أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بالكويت بحضور جماهيري ضخم تحت بند كامل العدد، وده بعد تعافيها تماما من كل الأزمات اللي مرت بيها. بدأت شيرين الحفلة النهاردة بأغانيها الشهيرة زي حبيبي نساي وصبري قليل ومين اختار والوتر الحساس، ولما وصلت لأغنية مشاعر عرضت صور الملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء ليه بالرحمة والمغفرة. وقالت شيرين: محمد رحيم أخويا مات فجأة، عمل لي أغنيات حلوة كتير، يلا نقرأ له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية. إذا بتعزوني ممكن تقروا له الفاتحة كلنا، احنا نعمل حاجة سيئة جارية ولو الله، أنا قلت سيئة؟ مش قلتلكم يا جماعة أنا ما بعرفش أتكلم في المايك وهسكت أحسن. شيرين لما قالت الكلمة اللي أثارت الجدل في الحفلة، السوشيال ميديا اتقلبت من التعليقات والجمهور ما رحمهاش، والموضوع انتشر بسرعة البرق. بس شيرين كعادتها حاولت تهدي الجو وردت بروح فكاهية وقالت كلمة خفيفة الدم خلت الناس تضحك وتنسى اللي حصل، وده أسلوبها المعروف اللي بيخليها دايما قريبة من قلوب الناس. يا جماعة معرفتش يخلينا نتكلم بالمايك. والله العظيم هيسيبوا كل حاجة دي هتبقى ترند دلوقتي. يا جماعة أنا اتلخبطت، خليت اللي ينزل الفيديو اللي فيه ده أنا بعتذر، بلاش خلوني أتكلم أنا فضيحة. قولولنا ايه رأيكم في حفل شيرين النهاردة؟